وهذه لهذه الناس اللي قارتها لمجموعة الأشخاص اللي ترود المصالح الخاصة واللي بنات رصة على حسابها، واللي عدلت الدنيا على حساب هذا الشعب، واللي كونت أولادها وكونت أبناء عمها وأقاربها. إذن القضية صبحت من أجل أشخاص معينين. الوضعية العامة وضعية سيئة ما مسوى الحد عنها ولا محاني منها شيء. عدلنا هذا المؤتمر من أجل توعية ناسنا ومن أجل تفتيح يعني ثغرة لناسنا، ومن أجل تذكير هذه المجموعة على أنها راهي ذي اللي ماشية معاه والله شاغلة فيه، على أن الناس راهي فاطنة وراهي ما هي معاها فيه، لأنه ذي اللي يتفقد فيها الشعب ما هو خالي، يتفقد فيها شيء من التوتيب على حسابها. ناس مثلا اللي تلود له تعدل الرزق شيء من التبتابة، شيء من البياعة والشراية على حساب هذه الأبرياء، شيء من مصاصين الدم اللي ما خلاوا قطرة في الشير ولا في امرأة، مصوها داروها في مصالحهم. لودنا الطريقة كان نقدروا نخرجوا هذا المأزق اللي موجودين فيه وموجود فيه شعبنا. اليوم وجه نداء لهذه كافة الصحراويين اللي تقودها هذه المجموعة الراخية، هذه المجموعة اللي ما جبرت لها نتيجة هذه مدة 32 عام. يا الله تعدل قضية تتقلص منها، والقضية أراعيها. هذه فرصة أهل الصحراء اللي منكم مازال عقله يقول له شيء والله يبيت أرايه ويشاور معاه، لازم تطلصوا عنكم هذه المآسي، توفوا منها، تقلبوا لنا لوطننا، اتبعوا ناسكم اللي رعاها موجودة بارتياح، وراعيها الليلة فرد أبواتها وجدودها، وراعيها معادلينها استقبالات حارة، مستقبلينها وجوه زينة، مستقبلينها بنوايا، مستقبلينها بلطف